النهارده بقى هنعمل طبق فول كده زبدة كهرمان. هنعمله في البيت بحاجة نظيفة. وعايزة اوريكم حاجة. احنا معانا هي علبة الشركات. عايزة اوريكم ان هي لا فيها عدس ولا فيها رز. الفول فول يا جماعة. نعمله في البيت انضف واوفر. تعالوا بقى نشوف مقاديرنا للفول الجميل ده ايه. معايا هنا كيلو فول او نص كيلو اللي يعجبك. انا جايبه كيلو فول ونقعاه قبلها من بالليل لغايه ما زاد حجمه كده بالمنظر ده. وهصفيه من ميته. ومعايا هنا كمان ليمونه سليمه وربع معلقه ملح ليمون ديت عشان ما يسمرش منك. معلقه كركم ومعلقتين صلصه. هم دول بس اللي بحطهم. اي اضافات تانية انا مش بحطها. الفول فول يا جماعه، عايزين ناكل فول حلو في البيت. لا احط رز ولا بحط عدس ولا دقيق. انا بحط بس فول مدشوش. هي الطريقه دي هتعجبك. فول مع فول احلى حاجه. مش هنحط اي اضافات. انا بقى معايا القدره بتاعتي. ممكن تعمليه في حله عندك عادي. اي حاجه هتمشي. انا بقى معايا القدره بتاعتي هنا. هحط بقى الفول بتاعنا فيها. هنا انا وهو على النار لو احتجت ميه احط له ميه سخنه. انا هنا هنزل بالفول. حط الفول بتاعنا على قد الكمية بتاعتنا. على قد ما انت تحبي، نص كيلو ربع كيلو كيلو. اعملي زي الكمية اللي انت تحبيها. انا مش بحب اشيله في الفريزر، انا بحطه في التلاجة وبسحب منه على قد ما انا عايزة. بس اهم حاجة تكون المغرفة اللي انا بجيب بيها ناشفة ونضيفة. وبكده ما يبص منك ويعيش كتير. دلوقتي انا خلاص حطيت اهوت الفول معانا. هبدأ بقى. لازم ينزل عليه مية سخنة. هنزل احط عليه الحاجة بتاعتنا. صلصة والكركم وملح الليمون. انا هحطها كاملة. انزل بيهم كده على القدرة بتاعتنا. وانزل بالفول المدشوش. انا هنا مش بنقعه، انا بحطه مغسول كده وبحطه مع الفول. وهحط بقى المية على قد ما تاخد معايا وتغطي الفول. مية مغلية، مش مية باردة من الحنفية. اهو بالمنظر ده. مش عشان ما يفورش مني على النار. هقلب تقليبه كده وارفعه على النار. اهو بالمنظر ده معانا. عمره ما هيسود معاكي وهيبقى طالع معاكي كهرمان. اهو انا حطيته على النار. هسيبه يغلي لغايه بس ما يبدا يغلي كده، وههدي عليه النار كده. خلاص تمام. هسيبه. كل ما يحتاج ميه احط له ميه سخنه، ما احطلوش ميه بارده خالص من الحنفيه. اهو معايا. بصوا المنظر عامل ازاي. لا غمق ولا اي حاجه، كهرمان طالع زبده. اهو ادي المنظر معانا اهو. ولا اي حاجه فيه. حاجه تحفه. وقدمناه اهو. حطي عليه طحينه، حطي عليه شطه وكمون، حطي ليمون. انا بقى عايزه اوريكم حاجه. العلبه هنا بتاعت الشركات ما فيهاش اي اضافات. لا عدس لا رز لا دقيق لا حمص. حمص فعلا ممكن تلاقي علب فيها حمص. ديت العلب دي بتبقى مايلة للمطبخ الشامي واللبناني والسوري. بيحطوا الحمص كده على الوش كده، بيبقى تزيين وبيدي بروتين وطعم ويبقى غني الطبق بتاعنا. جربوه بالطريقة دي. بألف هنا وشفا على قلوبكم.